أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة بقى معانا واحد من أعظم الشعراء في تاريخنا، الراجل اللي بيسموه سيد درويش. سيد درويش كان أكتر من مجرد شاعر، كان صوت لجيل كامل، وكلماته كانت بتتكلم عن مشاكل الناس والوطن والحرية. مش بس كده، سيد درويش كان بيحب الحياة والموسيقى والحب والجمال، وكان بيعبر عن كل ده بكلماته الرائعة. يا ترى ايه اللي هنعرفه عن حياته وفنه؟ تابعونا واستمتعوا بالحلقة. سيد درويش اسم كبير في تاريخ مصر والعالم العربي. اتولد في مدينة الإسكندرية في 17 مارس عام 1892، وتوفى في 10 سبتمبر عام 1923. كان ليه تأثير كبير جدا في الموسيقى المصرية، وخلق نوع جديد من الغناء الشعبي والأوبرا المصرية. بدأ سيد درويش حياته الفنية وهو في سن صغير. استلهم الفن من أمه اللي كانت تعرف تغني وتعزف على العود، وفي سن 17 سنة انضم لفرقة السيد علي البغدادي، وبدأ يتعلم المزيد عن الموسيقى والغناء. بعد فترة قصيرة انضم لفرقة الشيخ سالم البقال، وأخذ يكتب ألحانه الخاصة ويغنيه. ألف ولحن سيد درويش أكثر من 270 أغنية و10 أوبرا، بينهم أعمال فنية كبيرة زي الأشواق والبرع وكوكب الشرق. كمان كتب نشيد بلادي بلادي اللي بقى الموسيقى الوطنية لجمهورية مصر العربية. ومش هننسى طبعا قصته مع أغنية أهو ده اللي صار اللي اتكلمنا عليها في حلقة سابقة، تقدر تشوفها واللينك بتاعها في الوصف. عشان كده لو عايز تسمع كلمات تلهمك وتحمسك وتعبر عن مشاعرك وأفكارك، ما تبطلش تقرأ شعر سيد درويش، وهو ده الشاعر اللي بيعبر عن حياتنا ونفسنا ومستقبلنا. توفى سيد درويش في سن مبكر لما كان عمره 31 سنة بسبب مشاكل صحية، ولكن إرثه الفني واستمر تأثيره على الموسيقى المصرية. اليوم بيتذكره المصريين والعرب كرمز للإبداع والفن الجميل. شكرا لحضراتكم على متابعتكم لحلقتنا عن الفنان الكبير سيد درويش. نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمعلومات اللي قدمناها لكم. لا تنسوا تشتركوا في برنامجنا لتعرفوا أكتر عن شخصيات تاريخية مصرية تانية. مع السلامة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.